كانت حتة أكلة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا لأي حد مبتدئ هيقدر يعملها. دي فراخ أنا حاشياها بالفريك بطريقة ناجحة جدًا، جدًا ومضمونة جدًا. هتطلّع لِك الفريك مفرفر كده وجميل جدًا ومستوي تحفة. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملنا الفطار بتاعنا شكله إيه النهارده. معايا هنا بطاطس أنا مقطّعاها حلقات كده، باحط عليها فلفل أسمر وتوم باودر وبابريكا وكاري وقطعة كده من الزبدة وشوية توم، ودي ليمونتين أنا مفرّزاهم في الفريزر، باطلّعه وباقطّعه على طول وهو متلج كده بيدّيكِ نفس النتيجة بتاعة الليمون لمّا يكون فريش. آآ هاقلّب البطاطس كلّها في قلب بعضها والبصل ده حلقات كده وخلاص وهادخّلهم وشوية فلفل طبعًا بارد أو حراق براحتك يعني. هاقلّب البطاطس بتاعتي وهارفعها على النار تغلي غلوة كده وهادخّلها على طول الفرن. معايا هنا في حلة تانية بصلة متوسطة وحتة زبدة وشوية زيت ونزلت بأحلى فريك. الفريك ده أنا مش بانقعه لإن هو أخضر، أنا بانقيه وباغسله وبانزّله كده على طول على الحلة. لو الفريك بتاعِك مش أخضر ممكن تنقعيه شوية ورشة ملح ورشة فلفل أسمر بس كده مش هاحط توابل ياما. أنا الفريك باسويه هنا تسوية كاملة، لكن هاخد منه أول ما يا دوب يتشرب المَيّة، هاخد منه مغرفة كبيرة كده علشان تكمّل سواها جوّه الفراخ. ما تحطيش الفريك ني خالص عشان تضمني إن هو يستوي، ما تفتحيش الفرخة تلاقيه محصوج، لازم يكون يا دوب شرّب المَيّة تروحي على طول شايلة منه الحبّة اللي أنتِ هتحشيهم. أنا الفرخة بتاعتي هنا كان الراجل منضّفها فاتحها من تحت فتحة جامدة كده اللي بيها ما أعرفش أدخّل الرجلين بتاعتها وأكتّفها، فاضطريت إن أنا أخيّطها زي ما أنتِ شايفة كده، وما فيش مشكلة خالص المهم إن الخيط يكون لونه غامق عشان أول ما تستوي تشدّي الخيطة كلّها كاملة على بعضها حتّة خيطة واحدة، ما تعمليش خيط مقطّع عشان ما تتوهش منِّك واحدة. بس والزور نفس القصة، برضه بافتحه كده وأسلِّك الجلد بإيديّا وأروح معبيّة الفريك بالمنظر ده وأربطها برضه من فوق بالشكل ده. أمّا تيجي تسقطيها في الحلة في المَيّة، مَيّة تغلي وتروحي منزّلة على الضهر، تحطّي الفرخة على الضهر، ما تحطّيهاش على وشّها أبدًا عشان ما تفرقعش، وأضمن لِك 100% إنها عمرها ما تفرقع. النار هادية، ما تخلّيهاش تغلي، زائد إن كل شوية أشيل الريم ده مهم جدًا، جدًا تشيلي الريم وبعد كده أول ما هتخش في السوا يعني 90% سوا هتطلّعها فصّاص كده على طول بُصّي سليمة بحالها، ما تستنيش لمّا تستوي سوا كامل، ودي معلقة صلصة عليها معلقة من الصويا صوص، وطبعًا مش هاحط لها ملح ولا حاجة هي كده وكانت يعني واخدة الحُدقية بتاعتها كاملة زائد إن الصويا صوص بيبقى حادق. هادهنها كده بالصلصة بالشكل ده وهادخّلها الفرن وربنا يحسن ما بين إيديكم.